يا حلوين، عاملين ايه؟ معاكم سارة جمال. ما تيجوا بينا كده نحضر النهارده الاكل مع بعض. تعالوا شوفوا كده عملت ايه. عملت كفتة وعملت رز اصفر. بس ما عملتوش بالرز البسمتي، عملته بالرز المصري. بجد كان طعمهم بيرفكتو جدا. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض ونشوف عملنا ايه ونقول بسم الله وعلى بركة الله. جبت البصل طبعا بعد ما غسلته قطعته كده زي ما انتم شايفين وحطيته في الكبة علشان عايزاه مفروم ناعم جدا. لو ما عندكيش كبة ممكن تعمليه في المبشرة عادي. بعد كده هحطه في المصفى علشان خاطر اخد الميه بتاعته، بس هسيب في التفل بتاعه شويه ميه صغننين كده، يعني ما خليهوش ناشف قوي. هبدأ هنا ان انا احط البهارات بتاعتي على البصل بتاعي. حطيت ملح وفلفل وبهارات لحمه وحطيت شويه قرفه صغننين. هدعكهم كويس جدا مع البصل، بتدي طعم حلو قوي التريكايه دي، انك تدعكي البهارات مع البصل. بعد كده هحط عليهم اللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين كده، ونزلت عليهم ببيكنج باودر. قد ايه كميه البيكنج باودر؟ معلقه كبيره، عشان ده بتساعد على ان الكفته تبقى هشه معايا. هدعكهم كده كلهم كويس جدا جدا مع بعض. اهم حاجه هنا العجن في الكفته، نفضل نعجنها كده شويه علشان خاطر الانسجه تخش في بعضها. تمام. بعد كده هحط عليهم شويه بقسماط صغننين ورشه من جوز الطيب، وهدعكهم برضو تاني كده في بعض لحد بصوا ما الانسجه تتداخل كده في بعضها. بعد كده هسيبها ترتاح نص ساعه عشان ابدا ان انا اشكلها. تعالوا بينا بقى نعمل شويه الرز بتوعنا الحلوين. جبت بصل وجبت جزر ضربتهم كده في الكبه مع بعض. لو ما عنديش كبه هعملهم في المبشره عادي. جبت زيت عليهم معلقه صغيره من السمنه. بعد كده حطيت عليهم البصل والجزر وهشوحهم في بعض. هفضل اقلبهم كده لحد ما ياخدوا اللون الذهبي. هبدا ان انا احط عليهم البهارات. ده الليمون المجفف، حطيت عليهم قرفه، حطيت عليهم ورق لورا، حطيت عليهم حبهان وقرنفل، يعني اتنين واتنين كده. تمام. ده مقادير كيلو الرز. قلب قلب كل الحاجات دي كده لحد ما البصل والجزر ياخدوا ريحه التوابل دي. بعد كده هبدأ انزل بالتوابل بتاعتي، وهي ملح وكاري وكركم وبهارات فراخ ومرقة دجاج، بس كده. وطبعا معلقة كبيرة من الكركم ونص معلقة من الكاري عشان الكاري بيبقى حراق شوية. بعد كده هنزل عليهم بالرز بتاعنا اللي هو الرز المصري العادي. عايزة اقول لكم بقى تاكلوا احلى رز. وطبعا كوباية الرز المصري عليها كوباية من المية. تمام. هقلب كويس جدا وهدوق الملح بتاعها واشوفها لو كانت محتاجة ملح تاني احط. هغطي عليه، واول ما يتشرب ههدي عليه النار وهسيبه يستوي براحته. تعالوا بقى نصبع الكفته بتاعتنا. جبت ميه البصل وحطيت عليها شويه من الزيت. بعد كده هجيب كده شويه اللي هي الخله بتاعت الشيش طاووق وهدهنهم، وهبدا ان انا اصبع عليهم. ليه بصبع على شويه كتار كده؟ علشان خاطر الكفته تبقى مفرغه من النص كده وما تبقاش مكتومه، بحيث انها تستوي حلو من جوه ومن بره وتبقى مش معجنه كده معايا ويبقى طعمها حلو جدا. فبدهن خلة الشيش طاووق كده زي ما انتم شايفين بالزيت وميه البصل. وبعد كده ببدا ان انا اصبع الكفته وبدهن صوابع الكفته من بره. جهزت معايا هنا، هدخلها الفرن. بعد كده طلعتها وهبدا ان انا اقلبها علشان خاطر تستوي من جميع الجهات وتاخد لون. طبعا يا سلام بقى لو عندنا شوايه الفحم هتبقى جامده اخر حاجه. بعد كده هدخلها الفرن تكمل سوا. عبال بقى ما الاكل يستوي هصب القهوه بتاعتي ونقعد كده نستغفر ربنا شويه. الاستغفار حلو جدا. خليها عاده يوميه عندك انك تستغفري. والسبحه دي الصراحه بتسهل عليا جدا. هنا الكفته خلاص استوت. انا طبعا بطلعها في الحله دي علشان دلوقتي هعمل لها فحمايه. الخطوه دي اختياري، اللي مش عايز بلاش يعملها. بعد كده بسيب الكفته بقى شويه كده حركه ربع ساعه تشرب كده من ريحه الفحم. والرز خلص وبجد مفلفل وجميل جدا وطعمه حلو قوي. وغرفت الكفته على الرز وبجد اكله جامده جدا. عايزه بقى اعرف تركاتكم ايه في الكفته وفي الرز؟ بتحبوه اكتر المصري ولا البسمتي؟ واهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني منوعات ساره جمال. باي باي يا حلوين.